السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعين الأوفياء لقناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. تساقطات مطرية تغرق مدينة الصويرة وتفضح المستور. عاشت مدينة الصويرة أمس الثلاثاء على وقع تساقطات مطرية أدخلت الفرح على قلوب الساكنة، ولكنها في المقابل أدت لغرق عدد من شوارع وأزقة المدينة. وضع كان ممكنا أن يتحول لما هو أسوأ وأصعب في حال كانت التساقطات أقوى، ما يدفعنا لرفع الأكف للباري تعالى بدعاء الآباء والأجداد. الله يجيبها على قد نفع. وضع الصويرة رافقته صور المدينة الغارقة تحت الماء بمشاهد تسائل مسؤوليها ومنتخبيها، مرورا بلقطات الطوبيسات التي عانت مع القطرة وعانى معها ركابها طبعا، وأيضا الأزقة والأسواق التي غدا عبورها أمرا صعبا وربما مستحيلا، ما دفع بسياح أجانب إلى امتطاء عربة مدفوعة لنقل البضائع في مشهد اختلطت فيه الدراما بالكوميديا. مدينة الصويرة التي بلغت شهرتها الآفاق، وبات السياح مغاربة وأجانب يقصدونها من كل حدب وصوب، إلا أن بنيتها التحتية في كل شيء تبقى متواضعة، وفي مواقع متعددة تتسم بالهشاشة، ما يستدعي الالتفات إليها مستقبلا أكثر وأكثر.